أهلا بك يا صديقي في حلقة جديدة. الملف الذي سنفتحه ليس مجرد فضيحة عابرة، بل هو زلزال يضرب أكثر ما نحب، كرة القدم. ركزوا معي جيدا، لأن ما ستسمعه اليوم سيجعلك تعيد النظر في كل تلك الصور البراقة لنجومك المفضلين في حفلات لندن ونيويورك. شون كومز الشهير بديدي، الاسم الذي حكم عالم الموسيقى ل3 عقود، تحول الآن إلى الصندوق الأسود لأبشع القضايا في هوليوود. لكن لماذا كان ديدي يتقرب من ملوك الملاعب؟ هل هي مجرد صداقات؟ أم أن هناك قائمة سوداء بدأت أسماؤها تتسرب من أروقة المحاكم؟ اشترك في القناة، فعل الجرس، ودعنا نهبط معا إلى قاع الحكاية. نعود إلى عام 2006. ديدي كان في أوج قوته، وفجأة نراه يقتحم غرف ملابس مانشستر يونايتد. الصور ليست سرا، ديدي مع ريو فرديناند وواين روني. لكن المثير للريبة هو تصريح ديدي الشهير عن ديفيد بيكهام، حين قال: بيكهام هو أخي، نحن نتبادل الأسرار. التحقيقات الفيدرالية الآن تشير إلى أن ديدي كان يستهدف الرياضيين لسببين: الأول هو السيولة المالية الضخمة التي يملكونها، والثاني هو الحصانة الاجتماعية. وعندما قال إنه معجب بطاقة روني، لم يكن يقصد اللعب داخل الميدان، بل كان يبحث عن وجوه شابة تزيد من بريق حفلاته الخاصة، وتجذب المزيد من الضحايا والمستثمرين لشبكته المظلمة. ننتقل الآن إلى نيمار جونيور. الجميع يعرف هوس نيمار بالحفلات، وهذا بالضبط ما كان ديدي يبحث عنه. حفلات اللون الأبيض الشهيرة لم تكن مجرد رقص وموسيقى، بل كانت تخفي خلفها ما يسمى بالفريك أوفس. المحامي توني بوزبي، الذي يمثل أكثر من 120 ضحية، أكد أن لديه فيديوهات توثق تورط رياضيين مشهورين في أوضاع مخلة. الحقيقة المرعبة هي أن ديدي كان يستخدم كاميرات مخفية لتصوير هؤلاء النجوم. اللاعب الذي يتقاضى الملايين يجد نفسه فجأة تحت رحمة ابتزاز رقمي قد ينهي مسيرته في لحظة. فهل كان نيمار أو غيره مجرد ضيوف، أم كانوا ضحايا لمكيدة صورت خلف الأبواب المغلقة؟ هنا نصل إلى الجزء الأكثر غموضا: قضية بول بوغبا والمنشطات التي أوقفت مسيرته. هل هي صدفة أن بوغبا كان يتردد على نفس الدوائر الصحية والمستشارين في لوس أنجلوس الذين يعملون مع ديدي؟ التقارير تشير إلى أن المكملات التي تسببت في إيقاف بوغبا جاءت من مصادر مرتبطة بشبكة علاقات ديدي الواسعة. ديدي كان معروفا بفرض سيطرته الكاملة على نمط حياة المقربين منه من خلال ما يسمى بالأطباء المشبوهين. هل كان إيقاف بوغبا مجرد خطأ طبي، أم كان تلاعبا من مافيا تدير البزنس المظلمة وتتحكم في مصير اللاعبين؟ القنبلة الحقيقية انفجرت في أوراق المحكمة مؤخرا. شهادة رسمية تقول إن لاعب كرة قدم عالميا كان موجودا في إحدى الحفلات، وعندما رأى ديدي يحاول الاعتداء على أحد الضحايا تدخل جسديا ومنع الكارثة. هذا اللاعب يعتبر الآن البطل المجهول في القضية، والجميع يترقب الكشف عن هويته في عام 2025. في المقابل، هناك حالة ذعر في الدوريات الأوروبية. المحامون يقولون إن القائمة القادمة تضم أساطير حاليين ومعتزلين. الجميع يسأل الآن: هل سينجو نجمك المفضل من إعصار ديدي؟ في النهاية يا صديقي، كرة القدم ليست دائما كما نراها تحت الأضواء. خلف الأهداف والاحتفالات هناك عالم سفلي يحاول ابتلاع هؤلاء النجوم. ديدي سقط، لكن الصندوق لم يفتح بالكامل بعد. ترى، من هو اللاعب الذي تتوقع ظهور اسمه في الجلسة القادمة؟ اكتب لي في التعليقات. نلتقي في الملف القادم. سلام.